السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يثور الآن، وهو: هل تتصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي؟ يثور هذا السؤال بعد يوم 1 يناير 2024 نتيجة لتوقيع اتفاق مبدئي بين كل من دولة أثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي المعروف باسم صوماليالاند. الاتفاق المبدئي بيقضي بأن تتمكن أثيوبيا من استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر. ليه؟ لأن أثيوبيا بتعد دولة حبيسة تقع في منطقة القرن الأفريقي، لا تطل على سواحل أو شواطئ، خاصة بعد انفصال إريتريا عنها، وكانت إريتريا تطل على البحر الأحمر. ولذلك فإن أثيوبيا تعتمد في معظم تجارتها البحرية على دولة جيبوتي المجاورة لها، مما يكلفها سنوياً أعباء رسوم وصلت لملياري دولار. وقع على الاتفاق المبدئي يوم 1 يناير 2024 كل من أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا وموسى بيهي عبدي رئيس إقليم أرض الصومال، واعترفت خلاله أثيوبيا بدولة أرض الصومال لتكون بذلك أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة، ودي خطوة لم تقدم عليها أي دولة أخرى خلال 30 سنة منذ أن أعلنت أرض الصومال انفصالها عن الصومال من جانب واحد. من شأن الاتفاق المبدئي ده أنه يمهد الطريق لأثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول لقاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر، وفي المقابل بيحصل إقليم أرض الصومال على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، اللي بلغت إيرادتها في إحصائيات سنة 2022 قرابة 6.9 مليار دولار. مذكرة التفاهم الموقعة بتسمح لأثيوبيا غير الساحلية باستئجار 20 كيلو متر حول ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 سنة، تتيح لها إمكانية الوصول للبحر الأحمر لأغراضها البحرية والتجارية، لأن الميناء ده هيوفر مجال لأثيوبيا للوصول للبحر الأحمر وقناة السويس، مما يتيح لها الوصول لأوروبا، وده مقابل اعترافها بأرض الصومال كدولة مستقلة. دولة أرض الصومال اللي بتصر الصومال على إنها جزء من أراضيها كانت قد انفصلت عن الصومال وأعلنت الحكم الذاتي عنها من سنة 1991 عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق سياد بري بعد نزاع مسلح قائم على أسس عرقية. بتبلغ مساحتها 177 ألف كيلومتر مربع بعدد سكان 5.7 مليون نسمة. برغم أن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله عن الصومال، لكن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي كله لم يعترف بها كدولة مستقلة، حيث كانت أرض الصومال منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن، وكانت محمية بريطانية، وحصلت على استقلالها سنة 60 واندمجت مع الصومال اللي كانت بتحتلها إيطاليا، وكونت أرض الصومال والصومال سويا جمهورية الصومال. مع الأسف من سنة 1961 شب نزاع بين دولة الصومال وإقليم أرض الصومال، وكانت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أعلنت أواخر شهر ديسمبر عن أن دولة جيبوتي المجاورة للصومال بذلت جهود وساطة أسفرت عن اتفاق الصومال وأرض الصومال على استئناف المحادثات بينهم لحسم نزاعاتهم وحل قضاياهم العنيفة، ودي المحادثات اللي توقفت من سنة 2022. لكن مذكرة التفاهم اللي وقعت بعد أيام فقط من موافقتهما على استئناف المحادثات قد تغير في الأمور كثيرا. طيب، موقف الجمهورية الصومالية إيه من هذه المذكرة؟ مذكرة تفاهم معناها من الناحية القانونية أنها بيان نوايا، وبالتالي ليست
اتفاقا ملزما قانونيا، ولكن بصرف النظر عن إنها بيان نوايا أو اتفاق غير ملزم، هنجد أن الجمهورية الصومالية عبرت من خلال رئيسها حسن شيخ محمود عن اعتراضها الشديد على مشروع الاتفاق، ورفضته رفض قاطع، واعتبرته انتهاك لسيادتها، ووصفته بأنه عمل من أعمال العدوان يشكل عائق أمام السلام والاستقرار. وبناء عليه قامت بسحب سفيرها من أثيوبيا، وتوترت العلاقات بين الصومال وأثيوبيا. واندلعت في الأسبوع الماضي احتجاجات في العاصمة الصومالية مقديشيو معارضة للاتفاق. دي ردود الأفعال الصومالية. أما ردود الأفعال الإقليمية والدولية، بنجد أن الاتحاد الأفريقي اللي بتستضيفه أثيوبيا على أرضها، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والولايات المتحدة، وعدد من الدول عبرت كلها عن احترام وحدة وسيادة وسلامة الصومال. وأعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها مع الحكومة الصومالية في رفض وإدانة المذكرة. وأعربت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا إيجاد عن القلق العميق بشأن هذه التطورات الأخيرة. بعض المحللين بيروا بأن هذا الاتفاق طال انتظاره. ليه؟ لأنه في سنة 2019 أثيوبيا اشترت حصة بمقدار 19% من ميناء بربرة، واحتفظت أرض الصومال بنسبة 30%، يعني بقى عندنا 49%. طب 51% دول راحوا فين؟ دول امتلكتهم شركة موانئ دبي العالمية مقابل تمويل التطوير المستمر للميناء بنحو 443 مليون دولار، على أن تدير موانئ دبي العالمية الميناء لمدة 30 سنة. الاتفاق ده أثار جدل في الصومال وقتها، والبرلمان صوت بالموافقة على قرار بإلغاء الصفقة وبطلانها، لكن القرار في الصومال لم يوقف المشروع في أرض الصومال. وإن كان قرار البرلمان الصومالي بإلغاء الصفقة وبطلانها لم يوقف المشروع، لكن أرض الصومال أعلنت سنة 2022 إلغاء حصة أثيوبيا اللي قلنا عليها أنها 19%، واللي تضمنها الاتفاق الثلاثي، ليس رغبة في إلغائها، ولكن بسبب تحديات لوجستية واجهت أديس أبابا لتكملة المشروعات اللي بتربط الميناء بالداخل الأثيوبي. وده أمر بيدعونا للتساؤل دلوقتي حول مصدر تمويل الاتفاق الجديد، خصوصا إن أثيوبيا بتعاني من أزمات اقتصادية هيكلية ومالية انتهت بإعلانها عن عدم قدرتها عن سداد جزء من الديون المستحقة عليها، ما يعني أنها لا تمتلك القدرة المالية على تكلفة استئجار قاعدة عسكرية وتأسيس البنية التحتية الخاصة بها. طيب، هل الاتفاق المبرم مؤخرا يتجاوز طرفيه ليضم أطراف إقليمية أو أطراف إقليمية دولية أخرى قد تكون لها أهداف تحقق من خلالها استراتيجية خاصة بها؟ ده اللي هتوضحه الأيام القادمة. يجدر الإشارة أيضا إلى أن العلاقات الأثيوبية الصومالية في حالة توتر منذ ما يقرب من نصف قرن. تحديدا في سنة 1977 اندلع صراع إقليمي بينهما غزت خلاله الصومال منطقة أوجادين، المنطقة الحدودية المتنازع عليها واللي بتقع دلوقتي في أثيوبيا، لأن أثيوبيا فازت في الحرب بدعم من الاتحاد السوفيتي السابق وكوبا. وحاليا ما نقدرش نقارن قوة الصومال العسكرية بما تتمتع بأثيوبيا، لأن تعداد الجيش الصومالي 20,000 جندي، بيصل تعداد الجيش الأثيوبي لأكثر من 130,000 جندي. لكن بصرف النظر عن هذا التعداد، هنجد أن كل من الصومال وأثيوبيا بيعانوا في الوقت الراهن من حالة عدم الاستقرار داخليا. فالعاصمة الصومالية مقديشيو بتخوض حرب طويلة مع حركة الشباب المسلحة، بينما تواجه أثيوبيا تبعات حرب تيغراي إضافة للصراع الجديد في منطقة أمهارة. وهنا بيثور السؤال: هل هناك احتمالات ليواجه القرن الأفريقي نشوب نزاع مسلح بين الدولتين، خاصة وإن حركة الشباب في الصومال المختلفة مع الحكومة الصومالية
أعلنت أن أديس أبابا لن تتمكن من الاستيلاء على شبر واحد من المياه الصومالية، داعية الصوماليين لتحرير البلاد والانخراط في حرب دينية ضد أثيوبيا، وهي بكده بتتخذ للمرة الأولى موقف متفق ومؤيد لموقف الحكومة الصومالية المعلن. المراقبين بيجيبوا باستبعاد مواجهة القرن الأفريقي لنشوب نزاع مسلح بين الدولتين، لكن هناك مخاوف من خلاف دبلوماسي طويل الأمد بينهما. ليه بيستبعدوا وجود مواجهة أو نزاع مسلح في القرن الأفريقي بين الدولتين؟ تخوفاً من تكرار نموذج أرض الصومال في المنطقة وصعود النزاعات الانفصالية اللي ربما تدفع نحو المزيد من التفتيت في القرن الأفريقي وتفاقم التدهور الأمني الإقليم هناك، على غرار ما شهدته التجربتين السابقتين في المنطقة. تجربة إريتريا اللي استقلت عن أثيوبيا 1993 وأسهمت ممارسات نظام الرئيس أفورقي في زعزعة الاستقرار الإقليمي هناك، وتجربة جنوب السودان اللي استقلت عن السودان سنة 2011 وانخرطت في حرب أهلية من سنة 2013 لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.